بيريتسو عفوا المهمة، وكان حاضرا بشكل مميز ويستمر في الحضور بهذا الموسم بشكل رائع. كرة فيها محاولة ملعوبة وصلت إلى نوليتو يلعبها خطيرة. ابن البارسا يصطاد الألماني مرة أخرى ويسجل في شباك الحارس شتيغن ويعطي التقدم، يصل إلى صدارة الهدافين ويصل بفريقه إلى صدارة الدوري وسط أفراح مدرجات البرايداس. لما لا وهو اللاعب الوحيد الموجود حاليا في أرضية الملعب، سجل في شباك برشلونة. شوف الكرة الماضية، يا سلام على كرة نوليتو بخماسية الآن في صدارة جدول الترتيب على مستوى الهدافين والأندية، وشتيغن مرة أخرى يقع في الفخ مرة أخرى. بين الوضعية بحاجة إلى الانتظار لأن هنالك أهداف أخرى قد تكون حاضرة من خلال أحداث هذه المواجهة في اللحظات القادمة. يخطئ بيكيه، عادة مرتدة سريعة خطيرة بالتخصص في شباك شتيغن. يسجل أسباس الآن ويعطي فريقه الهدف الثاني هنا لمصلحة سيلتا فيغو. أي ظهور، أي كبرياء، أي عنفوان، أي ثقة. بالله من أين لكم بهذا؟ سيلتا فيغو يضرب للمرة الثانية ويسجل، والمرة هذه خطأ يأتي عن طريق بيكيه مرة سباس. هي على طريقة ميسي وبالمعتاد من فوق الحارس شتيغن. هدف اسباس، هدف فيغو يشعل الأمور ويبدأ بغير المتوقع، يبدأ بضرب المنطق، يبدأ ويسجل أولا وثانيا. راسية لا زالت قائمة، إبعاد في مرة أولى، في مرة ثانية مرتدة. لا 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 اسباس والفيغو. اسباس يسجل ويضع الكرة في الشباك. هدفا ثالثا في مرمى تير شتيغن يستقبل الهدف الثالث وسيلتا فيغو يسجل الانتصار وبثلاثية نظيف في كرة مرتدة يضرب فيها اسباسمان البرازيلي الفيش. وعلامات عدم الرضا، علامات الانكسار بدأت مبكرا. شوف هذه المحاولة من كرة مرتدة سريعة الله على مرور والله على تقدم وسرقها واحترامي للحرامي صاحب المجد العصامي في اللقطة الماضية سرقة مشروعة للاعب اسباس. أمامية ملعوبة في منطقة الجزاء، فرصة للتقليص. نعم، يأتي هدف تقليص الفارق الآن ويسجل البرازيلي نيمار هدف قبل النهاية ب11 دقيقة. هدف أول لنيمار، ثالث في الدوري. لكن شوف التمريرة، يا سلام، بهذه الطريقة يضرب سيلتا فيغو وبهذه الكيفية يسجل نيمار بعد هدف في شباك ليفانتي. وهذا ينتظر اللاعب اوغو مايو بالجهة اليمنى، يتقدم الظهير مايو يلعب عرضية في منطقة الجزاء. جول
خلاص يختم على المباراة جون جيديتي. جيديتي البديل يختم على المباراة بالشمع السماوي، بالشمع السماوي، ويسجل الهدف الرابع. يسجل الهدف الرابع هنا في الكرة الماضية وفي المحاولة الماضية.